السلام، بصحة فطوركم. اليوم غادي نشارك معكم فطيرة غادي تهنيكم من الوقوف في الكوزينة، سهلة وبسيطة ودغيا كتوجد بحجم عائلي، كتجي خوتي بنينة ما تشبعوش منها، غزالة غزالة واقتصادية، الحشوة غير منزلية يعني دغيا حتى هي كتوجد. شوفوا لي ما شاء الله الحبة على اختها. الطريقة باش غادي طيب في الفران غادي نقولها لكم ان شاء الله، غادي تولي معتمدة عندكم ماشي غير في رمضان بلا رمضان، يعني راه الصراحة كتجي للعشاء ولا الغدا. هادو لي كيش اللي حضرت معاكم صراحة ما عرفتكمش علاش ما دخلتوش شفتوهم او ما عجبوكمش، ولا لاني هما راه كيجيو ما شاء الله احسن طريقة، انجح طريقة باش حضرت لكم هاد لي كيش هذا. وهنايا شوفوا لي ما شاء الله قسمت معكم هاد الحبة هادي باش تشوفوا نجاح الوصفة ديال هاد الفطيرة اللي بحجم عائلي. على بركة الله في الطريقة والمقادير. خليوا لي لايك البنات للتشجيع وبارطاجيو القناة، الله يجزيكم بخير. غنحتاجو هنا 400 غرام ديال الطحين او 4 كيسان ديال الطحين ديال العنبه. غنضيفو معلقه ديال خميره الخبز، 3 المعالق تاع زيت الزيتون، معلقه ديال الملحه، وكاس ديال العنبه ديال الحليب يكون دافي. من بعد كنزيدو 4 كاس ديال الماء يكون دافي، كنعجنو العجينه كنلموها. البنات غادي تضيفوا الحليب هو الاول، وعاد غتضيفوا داك 4 كاس ديال الماء على حسابيه الطحين اللي كتستعملوا. لا تقدروا مثلا تقدروا تستعملوا اقل من داك 4 كاس ديال الماء. صافي هنا راه دلكتها، وغنزيد ليها واحد المعلقه ديال الزبده، هي اللي كتعطيها هشاشه، كتجي واحد العجينه كتحتر بنينه بنينه. البنه ديالها في ديك المعلقه ديال الزبده، ها هي الزبده تكون نوعيه مزيانه ما تكونش ديال التوراق. صافي هنا كندلكها كتجي تدوب في الفم. دلكوها واحد هكايا 5 دقائق، من بعد كتجمعوها تحطوها في اناء باش تختمر لمده 40 دقيقه. هنا في مقله غادي نضيف 3 الحبات ديال البصل يكونوا مشلضين، مع نص كاس تاع الزيت، 3 الفصوص ديال الثومه مطحونين او محكوكين. نشحر المكونات حتى يتبالوا او يتبدل لي من اللون ديالهم هكايا، يعني يبداو هكا بحال قراب من انهم يتقلاو. غادي نزيد العطريه، البابريكا، سكينجبير، الخرقوم والملحه، والفلفل الاسود اللي هو البزار، معلقه صغيره. صافي نشحر ديك البصله مع المكونات اللي هي العطريه والزيت والثومه. غادي نزيد هنايا الكفته ديال لادانت. الحشوه البنات ما تقيدوش بها لادنا ما تعجبكمش، وتكونوا باغيين شي حشوه نتوما كتعجبكم يعني ديروها. انا هذه هي اللي واتت ليا هاد الفطيره هذه. اللي عنده مثلا اللحم ديال البقري ولا ديال الغلمي ولا صدر ديال الدجاج اللي بغيتو. كذلك حتى العطريه يمكن لكم تزيدوا الا كانت تعجبكم شي عطريه اخرى. انا اكتفيت بالعطريه الطبيعيه باش انني نذوق هذاك المذاق ديال لدانت. هنا شحرت الكفته مع المكونات اللي هي البصله والعطريه حتى طابو. غادي نزيد هنا 2 معالق ديال المعدنوس والقزبر، غير كيذوب لينا داك القزبر معاه متلج في الفريغو واحد دقيقه، وكنمشيو على الحشوه. ضروري خاصنا نخليوها تبرد، لاني ضروري تكون بارده باش ما تقطعش لينا العجينه. هنايا العجينه من بعد ما اختمرت 40 دقيقه حتى لساعه المكانه، لاني دابا الجو بارد. غادي نحيدها من داك الاناء، نحيد من هذاك الهواء اللي فيها. كتجي واحد العجينه رائعه بداك زيت الزيتون وديك المعلقه ديال الزبده. نقسمها، نقسم الكويرات على جوج ونحاولوا نقادو بيناتهم هكا. اللي بغى يعبرهم يعبرهم، انا ما كيحتاجش، راه ايدي كتبين ليا شحال في الوزن ديال الكويره. صافي على هذا الشكل غادي نغطيهم، نخليهم يرتاحوا لواحد دقيقه حتى 2 دقائق. العجينه ملي كتكون رطبه راه ما كتاخذش منا الوقت باش انها ترتاح المره الثانيه. صافي هنا غادي نجيب ورق الزبده، واحد رشه خفيفه ديال الطحين على هذا الشكل هذا، وكنبداو نبسطو فيها. غادي نسرحوها على شكل مربع. العجينه اللي كتكون فيها الزبده وكتكون هكا شويه خفيفه ما تكونش قاصحه، تقدروا تشكلوها غير بيديكم، ولكن الدلاك بغيناه باش يشكل لينا على طريقه هاد العجينه، على طريقه ديال المربع باش تكون هكا مربعه وتجينا هكا مقاده. صافي غادي نسرحها. غير يا البنات رقوها قد ما قدرتوا. بالنسبه اللي بغات تعبر شحال من سنتيم في الفطيره، 25 على 30 سنتيم. فرقوا هاد العدد هذا اللي تتعبر هكايا بالسنتيم، واللي كتبغي هكايا بالعبار. انا رققتها اقل من سنتيم، يعني كترقوا البنات واحد الرق اللي قد ما قدرتوا ترقوا رقوا، راه كتنفخ في الفران باش ما تجيكمش في هذيك البابه.
أنا كيما شفتوا راه فاش قطعتها راه ما كايناش البابة نهائيًا، كتجي وسطها الحشوة وكتجي مقرمشة، يعني كتحترب كيما كنقولوا. صافي أنا غادي نزول دوك جنيبات. هاد الزائد ديال العجينة راه نشكلوه كويرة وكنعمروه بالحشوة حتى هو، ما كنضيعو حتى شي حاجة. غادي دابا نضيف الحشوة على الوجه ديال العجينة ديالي كاملة، نحاولوا البنات نغطيوها كاملة ما نخليوش الفراغات. على هاد الشكل هذا أنا غطيت العجينة ديالي كاملة. من بعد غادي نضيف الجبن، أي فرماج البنات عندكم، ما تقيدوش بهذا اللي عندي. ديروا جبن مثلث، ديروا كيري، ديروا جبن يعني يكون كريمي، يعني هكايا بحال الكريمة. اللي عندكم، ما عندكمش ما تضيفوش، الحشوة كتجي بنينة. أنا درت هاد الجبن الأحمر هذا كيعطي صراحة واحد البنة لهاد الحشوة ديال الكفتة ديال اللادانت ولا ديال اللحم ولا، المهم هو كيتواتى مع اللحوم. صافي واحد رشة خفيفة ما كترش مزيان. غادي نسرّح الكويرة التانية بنفس الطريقة على هاد الشكل وكنغطي. ورق الزبدة كيساعدنا الصراحة أننا نسرحوا العجينة ديالنا ونحطوها على هاد الشكل هذا. فأنا خدمت بجوج يعني الورقات ديال ورق الزبدة، وحدة غنطيب بها والأخرى كتبقى نقية نحتفظ بها حتى كنخدم بها مرة أخرى. صافي عاود قاديت ليها الجناب وغادي هنايا نحطها في الطاوة على هاد الشكل هذا. مباشرة البنات غادي نجيبو قطاعة باش غادي نقطعوها على هاد الشكل مربعات، من بعد كندهنوها بصفر البيض اللي فيه شوية ديال الخل، وكنديروا رشة ديال السمسم. من بعد كنعمروا الفوق بالجبن موتزاريلا اللي هو الفرماج، وصافي كنخليوها ترتاح غير 5 دقايق، ما كنخليوهاش تختمر المرة الثانية على هاد الشكل هذا. يعني من بعد ما كنكملوا ليها الوجه ديالها بالتزيين ونديروا الفرماج اللي هو موتزاريلا، كنخليوها ترتاح مرة أخرى 5 دقايق، وكندخلوها للفران على حرارة 180. الفران يكون سخون كيما كنطيبوا الخبز، كنشعلوا عليها من الأسفل ومن الأعلى، راه دغيا كطيب لمدة 35 دقيقة كتكون واجدة. شوفوا لي ما شاء الله الرق ديالها راه ما كتجيش غليظة رقيقة، وكتجي فيها ديك الترميلة بديك المعلقة ديال الزبدة ودوك 3 المعالق تاع زيت الزيتون. صافي أنا غادي نقطعها، راه الشكل باين ديالها كنا حددناها في الأول. وهنا شوفوا ليا الهشاشة ديالها والرطوبية كتجي بنينة رائعة بزاف، وكما قلت لكم بحجم عائلي وغادي تنفع كل أم في هاد رمضان هذا. خليت لكم الصحة والراحة وبصحة فطوركم البنات. اللي كتشوفني لاف من ورا الفطور، اختي الا شفتيني من بعد ما فطرتي بصحة فطورك، شفتيني قبل الله يتقبل منك. خليوا لي لايك الفيديو، بارطاجيو القناة، وفي أمان الله.